الثانوية العامة كانت من أصعب فترات حياتي. كنت فاكر إن مستقبلي واقف عليها، لكن الحقيقة اكتشفت غير كده خالص. فتعالوا أحكي لكم تجربتي مع الثانوية العامة، وإزاي اتخطيت الضغوطات والصعوبات اللي كانت فيها. معاكم نجا عياد، أنا ثانوية عامة 2023. بالنسبة لبداية السنة كنت داخل بحماس قوي، وإن هذاكر درس بدرس، وإن أنا مثلا هرجع من الدرس أذاكر اللي أنا خدته. اللي جاي يقوم تاني بهجة تاني خالص. لكن فجأة لقيت جبال من التراكمات عليا، ومش ملاحق ألم ده ولا ألم ده ولا ألم ده، والدنيا اسودت في وشي. من هنا كانت بداية التوتر، وكان بداية الضغط النفسي اللي حصل، وكل يوم بعد يوم بيزيد أكتر، والتراكمات بتزيد أكتر وأكتر. فبسبب التوتر ده كنت بذاكر بطريقة عشوائية، ما كانش فيه جدول. كل اللي يجي في بالي مثلا، أو المادة اللي تيجي في مزاجي بقوم مذاكرها على طول. أنا كنت أكتر مادتين بذاكرهم الإنجليزي والفرنساوي، والباقي طبعا رميه، ما كانش له اهتمام مني. وطبعا خدت لسعة منهم في آخر السنة إن التراكمات زادت، وعلموني الأدب. يعني حتى لما كنت بذاكر ما كنتش حاسس بأي إنجاز أنا بعمله، لأن طول ما أنا بذاكر أنا لا فاهم ولا قادر أحفظ. كنت مطبق وعينيا بتنغمش كده وأنا بذاكر. تحس إن أنت هتنام وأنت بتقرأ، فاهم؟ فالدنيا كانت بايظة معايا خالص. مع قرب الامتحانات حسيت إن الدنيا هتضيع مني. أنا أولا عندي تراكمات كتير، ثانيا مش مذاكر أي حاجة في المنهج، كمان أنا معملتش أي حاجة من أول السنة. فيا ترى كليتي هتروح فين؟ مستقبلها هيضيع، أنا هعيد السنة، أنا مش عارف إيه، أنا هأجل. فالتفكير اللي بيحصل معاكم دلوقتي. لكن يعني حتى لما كنت قلت لكم، لما كنت بذاكر كنت بقعد أنا والكتاب عمالين نبص لبعض كده، يعني بص، قاعد عمال أبص له، في شوية عفر عليه كده، يعني اللي هو معفن أصلا، مركون بقاله كام شهر. فهنا قررت أغير أسلوبي. في البداية عملت جدول بسيط كده أمشي بين دنيتي، وخلي بالك من كلمة بسيط ديت، لأن أنا مش هقولك بقى جدول اللي هو يلملك المنهج في 3 أيام. أنا بقولك جدول بسيط على حسب إمكانياتي. خد في بالك إن أنا بقالي كام شهر مذاكرتش، فمش هلملك المنهج في 3 أيام. عملت جدول بسيط، قسمت المواد بتاعتي اللي أنا هذاكرها، ومثلا المواد الصعبة بالنسبة لي حطيتها في المقام الأول، لأن زي ما بقولك أنا في مواد اهتميت بيها وفي مواد رميتها، فاللي أنا رميتها دي لازم أديها الاهتمام الأول. اهتميت بنومي، ده أهم حاجة. أنا لسه قايلك من شوية إن أنا كنت قاعد على الكتاب مطبق، وكانت عينيا ضبابية كده، مش عارف أقرأ أي حاجة. بدأت أظبط نومي، إن أنا أصحى مركز، لا أنا عارف أقرأ الكلمة، مصحصح كده، غاسل وشك بماء ساعة، مروق على حالك كده، لا أنا قادر أذاكر. كمان كنت مثلا بخرج أتمشى شوية. وما تقوليش إيه يا اسطى الكلام اللي أنت بتقوله ده، أتمشى إيه؟ أنا في ثانوية عامة. وأنت ليه محسسني إنك عايش في حجر صحي مثلا، حابس نفسك وقرفني معاك؟ يا باشا اخرج وعيش وظبط دنيتك كده، الدنيا مش بالسهلة والله. لأن الثانوية دي مش نهاية العالم. الكلام ده ناس كتير حفظتهولي، ماشي، هي فعلا مش نهاية العالم، لكن لما تيجي تخرج اخرج بحدود. المهم حاجة تفتح عقلك كده على الطبيعة وتريحك نفسيا، تخليك تقدر ترجع تكمل مذاكرة. كمان استعملت تقنية البومودورو، اللي هي مثلا تذاكر 45 دقيقة وتريح مثلا ربع ساعة 10 دقايق. طبعا ده الكلام ده على حسب إمكانياتك، تقدر تذاكر نص ساعة، تقدر تذاكر 50 دقيقة، اللي تقدر عليه. المهم إنك تذاكر، فتهتم بنومك، تعمل جدول تلم بيه الجبال بتاعت التراكمات اللي كونت بعد كده الهضاب وتضاريس، فاهم؟ فلم الدنيا بدري، لم الدنيا بدري
عشان ما تجيش في الاخر تتزنق وتاخد لازمة. طبعا بالنسبة لي انا بدأت المذاكرة في شهر 4. شهر 4 ده بالنسبة لنا كان تقريبا شهر رمضان. الكلام ده كنت بذاكر مثلا بعد الفجر. ليه بعد الفجر؟ بعد الفطار حضرتك معبي، فانت مش هتعرف تركز، هتكون عايز تنام. عندك مسلسل المداح تسمعه، عندك مش عارف مسلسل ايه، فرمضان كله مسلسلات. فمش هنضحك على بعض تقول لي انا هفطر واذاكر، مش هنضحك على بعض. المذاكرة بتكون بعد الفجر، الناس تكون كلها نايمة، انت راجل دحيح وذاكر بعد الفجر، تحس ان انت عامل انجاز كده، انت الوحيد اللي صح. وقت الامتحان، ايام الامتحانات الحمد لله بقى التراكمات انتهت خلاص، لمتها والدنيا هديت شوية. كان اول امتحان عندنا كان امتحان لغة عربية. الحمد لله كنت عامل اللي عليا وكنت مذاكر ومستعد والدنيا تمام. طبعا بالنسبة للوقت مكتوب لك في الجدول الامتحان العربي 3 ساعات، هما ساعتين. انا بقول لك هما ساعتين. انت عندك البابل شيت لوحده ده ساعة، على ما تقعد تمضي في الغياب وتقعد تظلل لي في الشيت وتكتب لي رقم الجلوس ده ساعة. ما تقوليش 10 دقايق، عشان انا بقول لك دي تجربتي الشخصية، انا مجرب والوقت بقى عليا. اول حاجة بدأت بيها النحو، اللي هو خد مني تفكير كتير، فالوقت ضاع. جيت احل في اللي هو ايه، حكاية مثلا يقول لك ايه، ابدأ بالقراءة ثم البلاغة. لا خلاص، ما عنديش انا المبدأ ده، انا الدنيا عكت معايا، فاللي بفتكره بحله. ابدأ بالنحو ليه صعب، اخش على القراءة ليه صعبة، احل فيها شوية، ادخل على البلاغة مش عارف ايه، اخش على التعبير، اخش على، فالدنيا عكت معايا، مش عارف احل ايه ولا احل ايه، والدنيا عكت معايا خالص. ما علينا. وانت داخل الامتحان لا تراجع قبل الامتحان ولا بعد الامتحان. طب ليه الكلام ده؟ قبل الامتحان مثلا قابلت واحد صاحبي، بقول لك يا محمد مثلا ايه اسباب الحملة الفرنسية على مصر؟ يقول لي كذا كذا كذا. يوم هو رزعني سؤال، تقول لي طب انت عارف مثلا الحملة الفرنسية دي كانت سنة كام؟ اقعد افكر مش عارف ارد عليه. ابدا بقى اتوتر وابدا الطم واصوت ومش عارف ايه، فين الكتاب، هات ما افتكر، هات، واعيط وابدا اتوتر من قبل ما اخش اللجنه. يا رب السؤال ده ما يجي في الامتحان ده، لو جه هنقص مش عارف قد ايه، لان السؤال ده كان عندنا بدرجتين. فكمية التوتر دي انا مش عايزها. عايزك تعمل اللي عليك وتخش على اللجنه يا باشا، كاريزما باشا والدنيا حلوة. تخلص الامتحان كاريزما يا باشا والدنيا حلوة. ما تقعدش بقى تعمل فيها الواد الدحيح لابس عدسة مش عارف قد ايه وتقعد تراجع مع اصحابك، لان الامتحان عدى. بتراجع ليه؟ الامتحان عدى. اقول لك بعد الامتحان، بعد يعني خلاص اللي حصل قبل بعد ده ماضي، هتعمل ايه؟ ولا انا اجي انكد عليك اقول لك انت ناقص في العربي مثلا 10 غلطات، السؤال بدرجتين، 10 في 2 يبقى انت ناقص 20 درجة. يبقى كده 20 درجة، يبقى انا كده مش عارف 95% 90%، انا معرفش، مش هقعد احسب لك انا وانا بصور الفيديو مش عارف جايب كام، مش عارف طب يا لهوي يا لهوي مش عارف ايه، وتقعد في الجحر بتاعك في البيت. طب ليه؟ خلص المادة يا باشا وروح شوف المادة اللي بعدها. ما تقعدش تفكر بقى في القديم، اصلا يا ريتني كنت حليت 10 اسئله كنت هجيب الطب اللي انا عايزه. والله في الاول والاخر ده نصيب. انت امك داعي عليك، مش هقول لك داعي، امك داعي عليك وانت غلطت. فمش هنقعد نقلب في المواجع بقى وتراجع مع اصحابك. خلص الماده تروح تذاكر على طول الماده اللي جايه. برضو النصيحه الاهم انك تتدرب على حل الاسئله وتخصص وقت ليك في الامتحان. انا كنت بقول لك مثلا في اللغه العربيه احنا امتحاننا في ساعتين، مش
3 ساعات ساعتين، فانت تدرب على الساعتين دول تجيب الامتحان مثلا بتاع دفعة 2024 او دفعة 2023 الدفعة بتاعتنا، تحل الامتحانات بتاعتنا كده ايه جنب شوية لب، تمام؟ قدامك ساعتين تخلص الامتحان ده. زودت عن الساعتين يبقى انت في غلط في مذاكرتك، في تفكيرك، في الكلام ده. انا عايز سرعة. اصل انت مش هتقعد تعرض للمراقب تقول له معلش 5 دقايق كمان، مفيش الكلام ده في الامتحانات. درب نفسك من دلوقتي انك تحل كتير وتتعلم من اخطائك، مش ناقصة نكد. اتعلم من اخطائك، مش كل ما تغلط غلطة تروح تعيط. اتعلم من اخطائك. اصلا هي الثانوية العامة هي نكد خدة، لكن انت اللي بتنكدها على نفسك. انت اللي جايب الاحباط والنكد والواد الفاشل لنفسك. انا بقول لك الحياة سهلة وانت برضه عايز تنكد على نفسك. ده بالنسبة ليوم الامتحان. مش هتكلم عليه بالتفصيل عشان وقت الفيديو يعني. اخر يوم امتحانات، وطبعا لازم اقول لك الحتة دي بالفيديو عشان الصراحة هي الفرحة النهائية بعد ما تخلص المعاناة اللي انا عمال احكيها لك ديت. والله العظيم مرحلة وهتخلص وهتعدي. انت بس اللي منكد على نفسك. والله العظيم هتعدي. بدل ما انت عمال تتخيل الفشل اللي انت هتوصل له اخر السنة وتقعد تبص على التراكمات وتعيط، ابدأ ذاكر من دلوقتي. ابدأ خطط لمستقبلك من دلوقتي. مستقبلك اللي انت خايف عليه وتقول انا كلية ايه لو ما دخلتهاش انا هروح منها. دلوقتي الموضوع بين ايديك. انا بصور لك الفيديو في شهر 3، مش بصور لك مثلا في شهر 6 قبل الامتحان بيوم والكلام ده. لا، انت لسه قدامك كام شهر. وبرضه مش عايزك تطول في المدة اللي هو ايه لسه قدامي كام شهر، فلسه بدري. والله انا حاسس ان لسه بدري، لسه بدري. لا يا اخوان، مش عايز الكلام ده. الحق بدري بعد كده تبدأ تراجع عشان ما تتزنقش زنة الكلام بعدين. وانا اللي بقول يوم النتيجة، يوم اخر يوم في الامتحانات، كنا جايبين بقى عربية نص نهائي كده ودي جي وسقاف يا ام عماد وهيصة وفرحة يعني. بقالك سنة بتعاني، بقالك سنة في توتر وضغط. عايزين نفرح يا اخي، عايزين نفرح. نكدت عليا وانا بصور لك الفيديو. عايزين نفرح. والله العظيم كل ما افتكر الايام ديت يعني الصراحة الثانوية العامة كانت لها ذكريات وحشة معايا، بس في نفس الوقت في ذكريات حلوة بفتكرها بضحك، في ذكريات بفتكرها بعيط. عشان كده تحس ان انا بتكلم في الفيديو بحماس والكلام ده جاي من قلبي. تجربة حصلت معايا، معاناة انا عانيت بيها زيك، فبشارك التجربة معاك واقول لك ازاي تعديها. انت بس اللي محمل الشيل على كتافك. الموضوع مش مستاهل. سنة زي سنة هتذاكرها هتعدي. انت بس تعرف التكنيك الصح للمذاكرة. وعشان بس نسيت اقول لكم التكنيك الصح هو انك تشرح لنفسك. زي ما انا بكلمك فيديو كده الكتاب مثلا قدامي بشرح لك، ومستحيل تشرح لنفسك وانت مش فاهم. مفيش حمار يفهم حمار ولا يشرح حمار. احنا مش عايزين نشتم بس احسن. انا قصدي ايه؟ انك لازم تفهم عشان تشرح، ولازم تذاكر عشان توصل لحلمك، ولازم تحترم نفسك وتحس على دمك وتبطل يوم فرجة على اليوتيوب وما تقولي ازاي مش عارف تجيب طب ومش عارف ايه، وازاي لميت المنهج في 3 ايام، وازاي مثلا مش عارف. الكلام ده يوتيوب سوشيال ميديا مش واقع. طبعا مع احترامي للناس دي لان انا كنت بسمعهم شخصيا وعارفهم يعني وبتابعهم لحد دلوقتي، بس انا قصدي انا كنت بسمعهم. انا قصدي انا كنت بسمعهم. الكلام ده انا مستفدتش فيه. كنت باجي اعمل الجدول، ايه ده؟ جدول اللي في 3 ايام انا بقالي كام شهر ما ذاكرتش 3 ايام اللي هلم في المنهج. فاقطع الورقه اخش انام بقى، العب مش عارف ايه، افتح مش عارف اشوف مين، وبطل فرج بقى على السوشيال والمسلسلات بتاعت رمضان ديت وتقول يا ترى رامز جلال هيجيب مين الحلقه الجايه. انت مالك انت بالكلام ده؟ انت مالك انت؟ تيجي وقت ما اجي اتكلم معاك تقول لي انا في ثانويه عامه وما تقلبش على المواجع وما تنكدش عليا، وانا بقول لك انت اللي بتنكد على نفسك. رامز جلال مين
وسيد الناس مين ومش عارف ايه. انت سيد الناس لو عملت له لايك وسبسكرايب، بس مش هنضحك على بعض، خش ذاكر. 4 غلطات انا ندمان عليهم. اول حاجة الصحبة السوء، وانا مش بتكلم هنا كلام علم ولا كلام نظري، لا، واقع. الصحبة السوء اللي صاحبك اللي كل شوية يقول لك تعالى على الكافيتيريا، تعالى مش عارف نلعب بلاي ستيشن والكلام ده، وعمال يلهيك في الالعاب لحد ما تيجي تنزل زنة الكلاب اخر السنة. عايزك تبعد على الصحبة دي. تاني حاجة ادمان السوشيال ميديا. طول ما انت قاعد تشوف محمد رمضان كسب مني السنة دي ولا رامز جلال هيجيب من الحلقة الجاية، ابعد خالص عن السوشيال ميديا وفرغ وقتك لمذاكرتك. كمان ابعد عن الحقد، المنافسة اللي انت داخل فيها. خدت الحقد ده إيجابي ازاي؟ أنا مثلا بحقد على الواد ده، طب الواد ده ماله عشان أحقد عليه؟ أحسن مني في إيه؟ هو بيذاكر وده حلو فهعمل زيه وأذاكر أحسن منه، بدل ما أنا أقعد أقارن نفسي بيه وهو عمال يعلى وأنا عمال أنزل تحت. لا، أنا عايزين إحنا الاتنين نبقى قد بعض وأشطر منه كمان خش ذاكر، ما تراكمش الحاجات عليك. أتمنى إن يكون الكلام ده طمر فيك، تسيب اليوتيوب وتخش تذاكر. طبعا بيعمل. انت بس تخيل النتيجة، وتخيل آخر يوم في الامتحانات، بدل ما انت عايش في الآخر كده ومنكد عليا زيك. تخيل كده فرحة أهلك ووصولك لحلمك وانت بتبقى دلوقتي. الثانوية العامة ما هي إلا مرحلة هتعديها، مرحلة وهتعدي وهتفتكر كلام اللي اتقال لي بقى نقولهولك. أنا حطيت على التاتش بتاعي بقى من خبرات أنا بقى، الحاجات الواقعية اللي حصلت معايا كده. خلصت كل الكلام اللي عندي. أنا كان عندي كلام كتير أقول لك قصة حياتي بقى، قصة حياتي عايز، بس عشان مدة الفيديو بس مش عايزين نطول على بعض. فلو عايز حاجة تانية أو عايز تفاصيل اكتب لي في الكومنتات، هعمل لك تفاصيل عن يوم النتيجة وعن يوم الامتحانات وازاي كنت بذاكر، ازاي لميت المتراكم عليا. لو عايز التفاصيل دي اكتب لي في الكومنتات وانا هعمل لك احلى فيديوهات، عشان بس ما يكونش ليك حاجة. السلام عليكم.